من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، وسريعة كمان، ما بتاخدش وقت كتير، بس في نفس الوقت تلاقي ناس كتير بتسأل على طريقتها. ان شاء الله النهاردة هقولك ازاي تعملي مكرونة بشاميل ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية مش ناشفة، والمكرونايه كل واحدة بوحدتها، وكل خرطة مكرونة بخرطتها، وتعرفي تقدميها على السفرة وبإذن الله من غير أي مشاكل وبأبسط الطرق. هتاكليها كده طعم كل حاجة طعمها داخلة في بعضها، وواضح كل طعم كمان انت بتاكلي ايه بالظبط، علشان معمولة صح وخطواتها صح. بس قبل ده كله ما تنسيش الاشتراك في القناة والسبسكرايب واللايك والشير، كومنت جميل منك، وتفعلي الجرس. اكيد ده كله بيفرحني ويشجعني اني اكمل واستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مكرونة بشاميل من الف للياء، يعني مش هيبقى قدامك اي حاجة ان شاء الله ناقصة. جبت الاول كيلو بصل، حطيته في الكبة وفرمته زي ما انت شايفة كده، مفروم قطع صغيرة خالص، يعني مش معصور ولا قطع كبيرة. جبت الوك او الطاسة اللي هعمل فيها اللحمة، وحطيت فيها شوية زيت، يعني 3-4 معالق زيت كده، ومعلقة سمنة حلوة، ونزلت بالبصل وبقلب البصل وبسيبه، وكل شوية بتابعه. انا من مدرسة ان انا احب البصل الاول، اللي بيحب اللي يحط اللحمة الاول مفيش اي مشكلة، بس انا بحب دي طعمها بيبقى مميز وجميلة عن التانية بكتير. الحلة بقى او الوك اللي هعمل فيه البشاميل، حطيت 10 معالق الزيت وعليهم 5 معالق سمنة بلدي، مش كتير خالص. المكرونة البشاميل اللي بيحب الزيت والسمنة، هو بالاصل المفروض سمنة بس انا علشان نخف كده من استعمال السمنة حطيت سمنة على زيت. واول ما يبدأوا يسخنوا هنزل فيهم ب9 معالق دقيق، 9 معالق من معالق الاكل اللي احنا بناكل بيها، وهبدأ اقلبهم لغاية ما يدخلوا في السمنة والزيت، ونقلبهم كويس. ما تخافيش، في الاول هتحسي ان هم شربوا زيت والسمنة كلهم، بس مع السخونية هيبدأوا يبقوا كريمي كده. في المرحلة دي اوعي تزودي حاجة تاني، هي كده مظبوطة وزي الفل. هتقلبيها كويس كويس لغاية ما تبدأي تشمي ريحة الدقيق كأنه استوى. الدقيق بياخد درجة اغمق سنة لما بيبدأ يستوي، ما تغمهوش خالص، يعني بيبقى بيش فاتح خالص، يعني اوف وايت، ما ينفعش يتغمق اكتر من كده يبقى محروق. تاني حاجة بقى التركية بتاعتي، انا بجيب اللي هو البشاميل الجاهز واحط منه معلقتين معياريين بس، وبقلبه تقليبة سريعة كده، وانزل عليهم ب2 كيلو لبن. اللبن ده ساقع من التلاجة، انا غالية بالليل وحطاه في التلاجة وبستعمله الصبح. لازم يكون معايا ساقع علشان ما يتكتلش معاكي. وهتشوفي دلوقتي بقلب مفيش اي كتلاية كده طالعة معاكي، وعلشان تتأكدي ان مفيش تكتلات طالعة معاكي هتجيبي سباتيولا او معلقة وتمشيها على جدار الحلة من جوه كده من تحت، يعني تمشيها في جدار الحلة من القاع كده، ولو لقيتي تكتلات حاولي تفكيها. بس الحمد لله الطريقة دي ما بيبقاش في اي تكتلات خالص في البشاميل. وبتفضلي بقى تقلبي فيه كده لغاية ما يبدأ يتقل معاكي. قبل ما يبدأ يتقل بنحط على طول وهو لسه ساقع نص معلقة فلفل اسود، وعليهم معلقتين ملح. ده مقدار 2 كيلو لبن، يعني هيعملوا صينية اللي هي اكبر صينية في المستطيل، في الطقم المستطيل. ماشي، وهقلب كويس جدا. خلاص بدأ يربط سنة بسيطة معايا اهو، وهتبدأي تستمري في التقليب. النار بتبقى متوسطة، ما نعليش قوي وبرضو ما نوطيش قوي عشان ننجز كده. وبتقلبي خلاص بدأ ياخد قوام اهو. انا ما بحبوش خفيف، اللي عايزه خفيف ينزله كده، بس انا ما بحبوش خفيف، وما بنزلش البشاميل من على النار الا لما يبدأ يطلع لي الفقاقيع اللي انا اتأكد بيها ان هو سخن كويس جدا. خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط، الفقاقيع بدأت تطلع معايا. خلاص كده هطفي عليه وشكرا كده، نركنه على جنب عقبال ما نكمل بقية الحاجة. البصلة خدت اللون اللي انا عايزاه، الكرملة دي فظيعة. هبدأ افرم اللحم.
حطيت كيلو البصل بحط عليه كيلو لحمة، او العكس يعني كيلو اللحمة بحط كيلو بصل. هفرم اللحمة في الكب عندي. طبعا اللحمة زي ما انتم شايفين ما فيهاش دهون. ما بحبهاش يعني ما بحبهاش في البشاميل بالذات فيها دهون، كفاية السمنة والزيت والحاجات اللي احنا حاطينها. وهفرمها كويس. الكبة دي انا عامله لكم ريفيو عنها، هسيب لكم الفيديو فوق. بصراحة ممتازة، ربنا يبارك لي فيها يا رب، بتنجزني كتير. خلاص كده الفرمة اللي انا عايزاها هي دي. خدتها وكومت البصل على جنب كده ونزلت باللحم. اول ما تنزلي باللحمة تقلبي مع الضغط، تضغطي بالاسباتيولا كده لتحت علشان تطلع اللحمة مفلفلة ومفرولة زي ما انت شايفة كده، ما تطلعش كتل. خلاص قلبتها كويس وتأكدت ان هي كلها لونها اخد اللون الرمادي بتاعها. غطيت عليها وهبدأ اعمل المكرونة. غطيت على اللحمة ووطيت اقل درجة. المكرونة جبت المية المغلية وحطيت فيها الملح على قد طبعا المية والمكرونة اللي انت تعمليها حطي الملح. انا هنا كنت عاملة كيلو مكرونة، كيس كيلو تمام. وحطيت عليه على المية حوالي 3 معالق ملح او 4، كان 4 معالق. ونزلت بالمكرونة وقلبتها كويس وسبتها، ما بسيبهاش على النار كتير. هنا كان اللحمة خلاص اخدت 5 دقايق كده وبدأت تدخل في السوا. هبدأ احط لها الملح والفلفل بتاعها. حطيت معلقة صغيرة فلفل، انا بحب الفلفل في اللحمة. ما بكترش بهارات، هي فلفل ونص معلقة بهارات 7 بهارات بس على كده. ما بحطش قرفة ولا بحط اي بهارات تانية. ده كده شكرا. بحب انا طعم اللحمة واضح جدا، ولو هحط فلفل بس مش هتقول لا، هتبقى جميلة جدا. قلبت وغطيت عليها. هروح اشوف المكرونة 5 دقايق 6 دقايق بالكتير هتكون بقت بالمنظر دوت. انا مش عايزاها نص سوا يعني، وهي داخلة على النص سوا، مش عايزاها تستوي علشان تبقى المكرونة مكرونتها في الصينية. ما بحبهاش تكون مهرية ولا معجنة. خلاص كده هاخد المكرونة اصفيها. اللحمة خلاص اهي، البهارات بقت ريحتها جميلة فيها. بقلبها تقليبة واحط عليها الملح. كيلو اللحمة بياخد 3 معالق ملح صغيرين. هقلب الملح كويس وهغطي عليها بالظبط 5 دقايق واطفي. يبقى كده خلاص اللحمة كمان خلصت. يبقى احنا كده عملنا البشاميل واللحمة والمكرون. نيجي بقى نركبهم على بعض ونشوف هنعمل ايه. قبل ما تعملي الخطوات دي وتركبيهم على بعض، ولعي الفرن على اعلى درجة حرارة، الشبكة في النص. جبت الصينية بتاع المكرونة، رشيت فيها زيت ودهنتها بالفرشة. وعلى طول علشان بقى ما تلزقش معايا هنحط دقيق سيمولينا. في ناس بتحط في ارض الصينية بقسماط مفروم، بس انا بفضل دقيق سيمولينا. ملوش طعم، ما بيشربش الزيت كتير زي البقسماط. بجد تحفة، ما بيلزقش معاكي خالص. وحطيت كمان معلقتين بشاميل كده في الصينية. والمكرونة حطيت عليها 3 4 معالق وقلبتهم كويس. وبدأت ارص اول طبق، رصيتها وضغطتها بالمعلقة كويس. وهبدأ احط اللحمة في النص. كمية اللحمة اللي انت بتحطيها بقى زي ما انت عايزة. انا طبعا ما حطيتش نص الكيلو كله، لا ده تقريبا كان نص كيلو. وهبدأ احط بقية طبقة المكرونة. طبعا الصينية دي بتاخد 800 جرام مكرونة، انا عاملة كيلو علشان انا بعمل حاجة تانية للولاد بيحبوها يعني. فالصينية اخدت منها وخلصت وحطيت البشاميل. فات شوية صغيرين، حوالي كوباية بشاميل كده على جنب. دخلت المكرونة، ما خدتش تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة في الفرن، وطلعت بالمنظر اللي قدامك دوت. تحفة وجميلة واخدة لون والله من غير شوية ولا اي حاجة. ليه بقى؟ علشان كمية السمنة والزيت اللي انا حطاهم في البشاميل. تاني حاجة اللبن انا حطاه بخيره، حاطه اللبن بقشطته بكل حاجة. طلعت الصينية زي الفل زي ما انت شايفة كده. بسيبها تهدى 5 دقايق وبسلك الجناب بتاع الصينية داير بالسكينة وبقطعها. هتطلع لك قطع زي ما انت شايفة. دي كانت لسه سخنة شوية. التقطيع اللي جاي بقى هتكون هديت اكتر، يعني كان عدى عليها ربع ساعة وكانت هديت وبتعرفي تقطعيها احسن من كده.
شايفة اصلا يعني هي طالعة طرية طرية جدا. يعني انا لو كنت هزيتها كده كانت فكت مني. بس هي طرية وممتازة وبتاكليها. اهم حاجة بقى انا اللي بحبها كمان في البشاميل، طعم اللحمة اللي نازل على ارضية الصينية على الطبقة بتاع المكرونة تحت، تحفة. الصوص اللي في اللحمة بالبصل بقى بالسمنة وبكل حاجة كده، المكرونة بتتشربها وبتبقى تحفة. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش دعوتك الجميلة وكومنتك الجميل. بحبكم جدا جدا وبحب دعمكم. شوفي بقى بقية الصينية هتبقى عاملة ازاي. انا عندي بنت واحدة بتحب المكرونة مفرفطة، يعني ما بتحبهاش قطعة واحدة، فاي حاجة بتقع على جنب بعملها لها. بس انا بعمل لها لوحدها بقى في صينية تانية في طاسة، يعني على البوتاجاز. بحط لها المكرونة مع اللحمة مع البشاميل اللي انا فوضته على جنب دوت، وبقلبه تقليب كده مع بعضه لغاية ما احس ان البشاميل كده دخل في كل حاجة وبتاكلها. يعني هو كل واحد وله مزاجه. شفتي بقى الصينية ما لزقتش ازاي؟ مكان اول قطعة بس هو اللي تحس ان هو لازق عشان كنت قطعاه وهي سخنة جدا. بس لما بتسيبيها تهدى حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بتطلع معاكي زي الفل. وما تنسيش تشوفي الريفيو بتاع الكبة، هسيبلك الفيديو في اخر الفيديو دوت، او هسيبهولك في الكابشن تحت. باي باي.